مين فينا ما عداش وقت زهق في العلاقات ونلاقي نفسنا واحنا بنخرج بعد وقت كده، بدل ما كنا بنقعد نبص لبعض ونتكلم في كل الكلام، فجأة نلاقي موبايلاتنا بتطلع ونبدأ نسكرول وتسود العلاقة حالة من الصمت. حكينا كل الحكايات، خلصنا كل الفضول اللي عندنا ودخلنا في مرحلة الزهق. من أكبر تحديات العلاقات هي الزهق، لكن التحدي الأكبر من الزهق هو إن إحنا بنتفاجئ لما بنطول في العلاقة دي بحاجات ما شفناهاش في الأول. وده بيكون بسبب إنه في أول العلاقة بيبقى عندنا فضول ناحية بعض، بنشوف شكل الحياة والشخص ده داخل فيها، بنسأل كل الأسئلة، بنتفسح كل الفسح، بنصرف كل الفلوس، وبنقول أحلى الكلام، وبنطلع للعلاقة دي في أحسن شكل ممكن. وده طبيعي في أول العلاقة، لأنه أنا عايز أبهر اللي قدامي. المشكلة بتبدأ لما بنكون خلصنا كل حاجة، خلاص بنقول عليها خلص بدري، خلص واحتفل بكل حاجة بدري. بنعمل ايه في الموضوع ده؟ عادة غصب عننا بنفسر ده ان الشخص ده خدعني، او ان الشخص ده خلاص بطل يحس ناحيتي بأي احاسيس، واللذاذة بتاعت اول العلاقة خلاص خلصت، يلا بينا ندخل في علاقة الزهق وناخد على بعض. لكن المشكلة ان احنا ما بنسألش الاسئلة المظبوطة. وفي الفيديو ده هكون بشاور لكم على شوية مواضيع ممكن بيها نفتح كلام مع بعض، واسئلة نسألها لبعض هتلاقينا واحنا بنسألها مستوى العلاقة نفسه بيدخل لأعمق، وندخل في علاقة بالذات لو احنا جادين في العلاقة دي ندخل فيها واحنا مطمنين، عارفين الشخص ده كويس، وعارفين انه ده الشخص اللي انا عايز اكمل معاه حياتي. مهم ليك كراجل تبقى عارف البنت اللي انت مرتبط بيها ايه توقعاتها وايه رؤيتها للحياة بدل ما تلبس. مهم ليكي كبنت تبقي عارفة الراجل اللي انت مرتبطة بيه ده واخدك ورايح على فين، ايه شكل الحياة، ايه مستوى الحياة اللي انت هتعيشي فيها في المستقبل. يلا بينا نبدأ. اول موضوع محتاجين نتكلم فيه هو موضوع الشغل. زمان كان الشغل بالنسبة للراجل مهم وبيحسسوا كده بالإنجاز، لكن دلوقتي بالذات بقى الراجل والست دايما بيعافروا في حياتهم عشان عايزين يثبتوا نفسهم في الحياة. بسمع دايما التعليق ده ان انا فلان ده انا بحس انه مرتبط باتنين، بيا وبشغله، ونفضل نتخانق في العلاقة انه الاقي فلان ده جايلي بعد يوم طويل في الشغل مش قادر يتكلم، مش قادر يحكي، واحس ان انا بالنسبة له البنت اللي عايز يقضي معاها شوية وقت كده هادي، خلينا نقعد نشرب كوباية شاي ولا نسكافيه مع بعض، وايه انا عايزة انبسط واخلص اليوم حلو معاكي. وده عادة بيحصل في كل العلاقات. عشان كده موضوع الشغل مهم جدا ان احنا نحكي فيه. طيب ايه نوع الاسئله اللي ممكن نسالها للشخص بالذات في بدايه العلاقه او في بدايه التعارف؟ محتاجه اسال اللي قدامي الشغل بيمثل لك ايه، موجود رقم كام في اولوياتك، ايه الكارير اللي انت بتحلم بيه، عايز توصل لفين. والاسئله دي طبعا الراجل بيسألها للست والست بتسألها للراجل. طيب سؤال مهم جدا محتاجة أسأله، بعد يوم طويل في شغلك هل انت من النوع اللي بيحب يحكي في الشغل ده معايا، ولا عايز خلاص خلصنا الشغل ما نحكيش فيه؟ هتلاقي بنت وانت بترتبط بيها تبقى بعد ما تخلص عايز تحكي لك كل تفصيلة، ده مديري عمل 1 و2 و3. لازم تبقى فاهم انه ده جزء من طريقة تعبيرها عن صداقتكم لبعض، وان هي عايز تحكي لك وتدخلك في كل تفاصيل حياتها. لكن في بنت تانية ممكن تتعرف عليها وتبقى عايزة تقفل كأنها دواليب، خلاص خلصنا الشغل مش محتاجين نحكي في الشغل. طيب سؤال كمان مهم، أسأل اللي قدامي في الأول، لو انت جاي مضغوط أقدر أساعدك ازاي عشان الضغط ده يخف؟ ازاي أساعدك في ان انت تهدى كده معايا؟ لأنه عادة وبالذات عند البنات انه لما الولد يبقى جاي تعبان تقوله مالك، احكي لي، عايزة اسمع انت بتعاني من ايه بعيد عني. ويكون هو اصلا محتاج ايه، محتاج انه انا وانا مضغوط بالذات انا محتاج ابقى بسكت، ممكن نحكي في اي حاجة تانية غير الشغل. المعلومات دي انا محتاجة اعرفها في العلاقة، بدل ما ازنق اللي قدامي واضغطه اكتر وعصبه اكتر، في حين ان انا ممكن اكون الشخص اللي محتاج يعمل سبورت للشخص ده. آخر سؤال محتاجين نسأله في موضوع الشغل ده، انت كبنت محتاجة تسألي الولد انت شايف دور البنت في الشغل ايه؟ لأنه ممكن أبقى بدخل علاقة والراجل دوره ان هو يشتغل والبنت دورها ان هي تقعد في البيت وتنبسط. أنا محتاجة أعرف ده من بداية العلاقة، بدل ما أدخل العلاقة وأبقى بشتغل لكن بعد الجواز ألاقي الشخص ده بيفكر فكر تاني خالص، وأسأل نفسي هو ده اللي أنا كنت عايزاه قبل ما أتجوز ولا لأ؟ طب ليه أعرف ده بعد الجواز؟ ما أعرف ده وأنا في البداية وليا مطلق الحرية إني
اقول لا، او ممكن ابقى مرنه كفايه اني اقول اتس اوكي، الشغل بالنسبه لي مش من اولوياتي في الحياه، الشخص ده اهم عندي من الشغل ومن الكارير. الموضوع التاني اللي محتاجين نتكلم فيه هو موضوع الفلوس. موضوع حساس بنتجنب نحكي عنه بالذات في بداية علاقاتنا، بس هو من أهم الحاجات اللي بتنجح العلاقة أو بتفشل العلاقة. بالذات لما بنتكلم عن موضوع الفلوس مش بحب أقول قوي إنه ده الصح وده الغلط، كل اتنين ليهم شكل مختلف، كل اتنين ليهم اختيارات مختلفة، بس المهم في الموضوع ده إن احنا نبقى متفقين. عشان كده محتاج أسأل الشخص اللي قدامي انت شايف الفلوس ازاي؟ بالنسبة لك مهمة قد ايه؟ في ناس ممكن تبقى أغنية جدا ومش شبعانة وعايزة أكتر، يهمني أعرف. وفي ناس معاها القليل، وغالبا ده هيبقى أغلبنا احنا دلوقتي بالذات في الظروف دي، محدش تقريبا معاه فلوس، بس في ناس مننا بتضغط وده يأثر على العلاقة ويأثر على أسلوب الكلام والزعيق والنرفزة. وفي ناس حتى وهي معهاش فلوس عارفة تحافظ على هدوءها وعارفة تعمل كنترول شوية على مشاعرها. مهم بقى بتعرف على الشخص اللي قدامي في الحتة دي. طيب ايه نوعية الأسئلة اللي ممكن أسألها؟ أسئلة زي بتشوف الفلوس ازاي؟ طريقة صرفك ازاي؟ ودي حاجة على فكرة مش محتاجة أسألها سؤال مباشر، أنا محتاج وأنا في العلاقة وفي الخروجات أشوف اللي قدامي ده بيصرف فلوسه في ايه وازاي وامتى وكل قد ايه. محتاج أسأل اللي قدامي في الوقت اللي مش معاك فلوس بتتصرف ازاي؟ ايه فكرة مبدأ التحويش في حياتك؟ الأسئلة الأهم بقى، انت شايف العلاقة دي انه انا بحط اللي عندي وانتي بتحطي اللي عندك وعندنا بنك في النص وبنصرف منه، ولا انه انتي ليكي فلوسك اصرفي على نفسك وانا المسؤول عن البيت ومسؤول عن العلاقة؟ طيب هل انا عندي مشكلة انه في وقت انا اتزنق في الفلوس كراجل وانتي تبقي شايلة العلاقة دي الوقت قدام؟ تاني عايزة اقول مفيش صح ومفيش غلط، في النهاية انتوا الاتنين اللي بتقرروا ايه الحاجة اللي تناسبكم انتوا الاتنين. اكتر سؤال حساس بيتسأل، الاهل ناويين يعملوا ايه في الموضوع ده؟ ولحد فين بنقول لاهلنا ستوب؟ ولا احنا الاتنين تمام انه اهلك يصرفوا على البيت ده او اهلك يصرفوا على البيت ده؟ اسئلة حساسة جدا وبتحمل مشاكل كبيرة جدا بعد الخطوبة وبعد الجواز. لكن لو من البداية حاطين زي بلاتفورم او فرشين الموضوع ده وحاطينه على الترابيزة وحكينا فيه وفهمنا بعض فيه، أمور كتير هتتحل في المستقبل. الموضوع الثالث هو عن لغات الحب بتاعتنا احنا الاتنين. في كتاب حلو قوي اسمه لغات الحب الخمسة لجاري تشابمان. جاري تشابمان في الكتاب ده بيقول ان في 5 لغات أساسية او الجميع اتفق عليها، وهي quality time، بمعنى بيفرق معنا احنا نخرج خروجه، ناكل أكلة حلوة، نحكي مع بعض، نتكلم بعمق، او ان احنا نعمل اكتيفيتي مع بعض، نشاط حلو بنعمله مع بعض. دي اول لغة. تاني لغة هي الwords of affirmation، اللي هي كلمات التأكيد، اني اقول للشخص تاني برافو عليك، ايه الحلاوة دي، انا فخورة بيك انك اتطورت في الحتة دي جدا، والعكس صحيح. ثالث لغة هي الفيزيكال تاتش، قد ايه احنا ممكن يكون بيفرق معانا الطبطبة، السلام العميق، مسكة الايد، الاحضان. دي حاجات محتاجين ان احنا نعرفها ونعرف لغات بعض فيها. رابع لغة هي أعمال الخدمة أو بيسموها الأكت اوف سيرفيس، إنه في بالذات بنات تبقى فارق معاها أنا عايزك تبقى واقف جنبي في المشكلة الفلانية، أنا عايزة لما أبقى لوحدي في المواصلات أو حصل لي حاجة في العربية أنا مش عايزك تكلمني في التليفون تقولي ربنا معاكي، ابقي طمنيني كل شوية، كلميني في التليفون لو لقيتي حد. لا، هي محتاجاك إيه؟ تخلص اللي وراك ده وتسيبه خالص وتيجي دلوقتي وتحلي لي المشكلة. أنا محتاج أعرف اللي قدامي ده إيه اللغة اللي بتفرق معاه. وآخر لغة وهي أكتر لغة معروفة لكن مش كلها دايما تبقى مطلوبة، هي الهدايا، ان انا اقدم هدايا للي قدامي. حاجة مهمة جدا الكتاب ده بيقول عنها انه مش كل لغة انا بستقبل بيها هي نفس اللغة اللي انا برسل بيها الحب. فانا ممكن تبقى لغتي في اني اقول للي قدامي اني بحبك، اني اجيب لك هدايا، اسهل حاجة والذ حاجة، لكن انا يفرق معايا انك تقول لي انك بتحبني، هو الكواليتي تايم. مهم قوي ان احنا نتعرف على بعض في الموضوع ده. عشان كده ممكن نسأل اسئلة زي انت بيفرق معاك ايه؟ طب هل في فرق في الطريقة اللي بتبعت بيها الحب والطريقة اللي بتستقبل بيها الحب؟ ايه اللي ممكن نقدمه لبعض في علاقتنا هنا بس هيفرق عن اصحابنا؟ لان ممكن في العلاقة هنا يفرق معانا الكواليتي تايم بس ما يفرقش معانا خالص الاكتس اوف سيرفيس. ممكن نسيب ده لاصدقائنا، انت يفرق معاك ان اصحابك الولاد هم اللي يقدموا ده بس مش فارق معاك ان انا اكون بعمل ده. حلو ان احنا نحط النقط على الحروف في علاقتنا عشان ما نحملش العلاقة اكتر من اللي هي تحتمله. ويا جماعة عايزة اقول حاجة مهمة جدا، احنا محتاجين نفهم لغات بعض في الاحتفال. يا ما سمعت خناقات بالذات حوالين اعياد الميلاد، يبقى راجل لغته الكواليتي تايم وعايز في عيد ميلاده ايه؟ احنا الاتنين بس،
نخرج احنا الاتنين بس، ونلاقي ان صاحبته او حبيبته جايباله مصر كلها بتحتفل بيه، وبعد كده بندب خناقه، وبدل ما هي تحس انه هي عملت حاجه ضخمه ليه تكتئب اليوم ده انه انا تعبت كل التعب ده، لكن انت بيفرق معاك حاجه تاني خالص. مهم ان احنا بدل ما نجرب في بعض ونعور بعض، ان احنا من البداية يعني نقصر المسافات ونفهم. هتلاقوا في الديسكريبشن تحت لينك تقدروا تدخلوا عليه زي تيست كده صغير يساعدكم بأسئلة تعرفوا ايه لغة الحب بتاعتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. الموضوع الرابع هو عن العيلة. بصوا يا جماعة، العيلة شئنا أم أبينا بتشكل جزء كبير من شخصياتنا، والبيئة اللي احنا كبرنا فيها بتأثر بشكل مباشر عن اختياراتنا في الحياة، حتى لاختياراتنا عن شريك حياتنا واختياراتنا في شريك حياتنا. عشان كده محتاجين يبقى عندنا فضول نعرف العيلة اللي احنا داخلين عليها دي شكلها ايه دور الراجل في العيلة دي، ايه دور الست، هو نفسه او البنت نفسها اللي انت داخل ترتبط بيها، شايفة دور ابوها ايه في الأسرة ودور امها ايه في الأسرة، قد ايه هم متداخلين في حياتها، قد ايه الاسرار بتوصل لليفل عميق ولا لا احنا كل واحد قادر يحافظ على حدوده. طيب قد ايه ده بيأثر على اختياراتنا في فلوسنا، في اشغالنا. في ناس انا اعرفهم شخصيا بيبقوا عايزين يشتغلوا شغلانه معينه عشان يثبتوا لابوهم حاجه، دي حاجه انا محتاجه اعرفها في الشخص اللي انا داخل ارتبط بيه. مهم جدا ابقى عارف لغه الكلام جوه الاسره دي ايه، لاني ممكن اتخض من الشخص ده ان هو لما بيغضب بيزعق. دي حاجه غالبا انا ببقى واخدها معايا من العيله اللي انا اتربيت فيها. من احلى التعليقات اللي سمعتها في الموضوع ده انه كل واحد فينا بيبقى داخل العلاقه دي شايل شنطه، والشنطه دي بيبقى فيها حاجات احنا واخدينها من ابهاتنا ومن امهاتنا، وبيبقى فيه سؤال مباشر بيتسال لينا، ايه اللي في الشنطه دي احنا عايزين ناخده معانا واحنا داخلين نرتبط، وايه اللي محتاجين نشيله من الشنطه دي قبل ما ندخل. ويتهيألي ده اهم سؤال محوري لما نيجي نتكلم عن العيله. الموضوع الخامس هو عن العلاقات اللي حوالينا. واحنا بنرتبط بنلاقي ناس فجأة بتدخل حياتنا، ومش دايما دورهم في العلاقة دي بيكون عاجبنا، وكتير بنتخض من تصرفاتهم. لكن الأهم بقى الشكل اللي انتي بتشوفيه بيتغير في الشخص اللي انتي مرتبطة بيه مع وجود الناس دي دخلت العلاقة فجأة. عشان كده مهم ان احنا نفتح الحوارات دي واحنا بنتعرف على الناس دي وندخلهم جوه العلاقة. زي مثلا ايه القيم اللي انت بتعيش بيها في وسط اصحابك، لانه في ناس يقولوا ان مفيش حدود بيني وبين بين اصحاب الولاد، احنا بنعمل كل حاجة مع بعض، يعرفوا كل حاجة عني، يعرف كل حاجة عنهم. في ناس ما عندهاش قيم الاحترام، في ناس ما عندهاش قيم اني احافظ على كرامة اللي قدامي. كتير بنحس كده بأوفنس لما بيبدأ الاصحاب يدخلوا في العلاقة دي، واعرف ناس كتير جدا علاقاتهم بتبوظ بسبب انه لما حصل خناق بين الاتنين اضطروا يدخلوا حد من الاصحاب، ولما دخل بدل ما يساعد بوظ العلاقة خالص، او اكتشلي دخل واخد دور حد من الطرفين في العلاقة دي. عشان كده مهم جدا نبقى متفقين احنا الاتنين ايه شكل العلاقات اللي حوالينا، ايه شكل علاقاتنا مع الجنس الآخر، ايه حدود الكلام بيننا وبين الجنس الآخر. محتاج أسأل سؤال مباشر، هل انت عندك مشكلة اني انا كبنت يبقى عندي صديق ولد؟ هل المفروض دي حاجة تتغير بعد ما نكون دخلنا في حياة بعض، بدل ما اسيب الأحداث هي اللي تربطنا وتطلع مننا خناقات؟ اعمل العكس، ان وانا داخل العلاقة دي بحط اساسات وبحط قواعد للعلاقة دي من البداية. اقول انا مش نافعني موضوع ان يبقى عندك صديق ولد، امال انا بعمل ايه في حياتك، او انا مش عاجبني خالص ان انت علاقتك بالبنات هياها before and after. انا محتاجة احس انه حصل اختلاف بوجودي في العلاقة دي. الموضوع السادس اللي ممكن نحكي فيه هو نظرتنا الكونية. ايه الموضوع الكبير ده وليه بدأنا ندخل في حاجات عميقة كده؟ لكن الحقيقة نوعية الأسئلة اللي بتحكي على رؤيتنا للحياة بتورينا قد ايه الإنسان ده سطحي أو قد ايه الإنسان ده عميق. واحنا بنسمع اللي قدامنا بيتكون عندنا صورة الشخص ده لما يبقى أب، أو الشخصية دي لما تبقى أم. هل أنا شايف إنه الإنسان اللي أنا برتبط بيه ده ينفع يبقى أب وقدوة لولادي بعد كده؟ عشان كده الأسئلة دي مهمة قوي نسألها في الأول، زي إيه اللي أنت شايفه في الدنيا محتاج يتصلح؟ إيه اللي أنت شايف دورك فيه عشان يتصلح؟ طب هل الشخص اللي قدامي ده عنده آراء اقتصادية، سياسية، اجتماعية؟ هل بيقرأ كتب؟ هل بيتفرج على فيديوز؟ هل القعدة عبارة عن بحكي لك يومي وبتحكي لي يومك وبنعلق على اللي حصل؟ ولا ممكن في قعدات في المستقبل نبقى أنا قريت حاجة وجاي أشاركها مع شريكة حياتي، أو أنا شفت فيديو استفزني وعايزة أسمعك أنت رأيك إيه في الموضوع المعين ده؟
عادة الشخص اللي ما بيبقاش عنده رؤية كونية للعالم بيبقى محشور في نفسه، في احتياجاته، في اللي هو محتاجه واللي محتاج ينفذه في الشغل وفي الأكل وفي الشرب وفي العلاقة بيننا وبين بعض. لكن لو أنا بسأل الأسئلة دي واكتشف إن اللي قدامي ده عنده كلام يحكي فيه، ده بيديني زي طمأنينة كده إن الشخص ده مش محشور في نفسه، قادر يشوف رؤية أوسع منه وقادر يكون وجهة نظر في الحياة من حواليه، وكأن شخصيته يبدأ يبقى ليها ملامح، والملامح دي بتخلينا نفضل معجبين بالشخص ده. خلي بالك في بداية العلاقة هيبقى عندك مشاعر عالية جدا، خلي بالك انتي في البداية هيبقى عندك فضول تعرفي الشخص ده وهتبقي داخلة معجبة بيه جدا، لكن مع الوقت الحاجات دي كلها غصب عننا بتخف وبتقل وبتستقر، ودي حاجة على فكرة هايلة ومؤشر جيد ان احنا معشقين في بعض. لكن هيبقى لينا الإعجاب ببعض في رأينا في الحياة، في شخصياتنا، في اختياراتنا بشكل عام، مش بس في اختياراتنا لبعض، لكن أبص للشخص اللي مرتبطة بيه وأحس إني معجبة بيه لأنه عنده رؤية في اللي حواليه وعنده رأي يقوله للناس من حواليه. خلي بالكم وإحنا عمالين نكمل في الفيديو ده كل شوية الأسئلة بتاخد عمق وتقل أكبر، والسؤال اللي جاي والموضوع اللي جاي موضوع محتاجين نبقى حساسين قوي وبطاء قوي واحنا بنتكلم فيه. الموضوع ده بيحكي عن أحداث الماضي وإزاي أثرت فينا وشكلت فينا، لأنه زي ما العيلة بتكون شخصياتنا والبيئة اللي كبرنا فيها بتكون شخصياتنا، كمان الناس اللي قابلناها في حياتنا والأحداث القاسية والأحداث الحلوة برضو أثرت فينا وبتتحكم في اختياراتنا هنا والآن واحنا مع بعض. عشان كده محتاج أسأل أسئلة مفتوحة زي إيه المحطات اللي أنت وقفت فيها في حياتك غيرتك؟ هل التغيير اللي أنت اتغيرته ده أنت مبسوط منه؟ راضي عنه؟ ولا الأحداث دي لما حصلت غيرت فيك حاجة أنت ندمان عليها وعايز تتغير فيها؟ محتاج أسأل سؤال مباشر، أنا دوري إيه في التغيير ده؟ هل دي حاجة حاسس إنك مسؤول عن نفسك أنت تتغير فيها؟ ولا لعلاقتنا مع بعض دور إن الحاجة اللي أنت ندمان عليها دي ممكن نكبر فيها؟ ده يبان كأنه سلبي، لكن أنا كمان ممكن أسأل نفس الأسئلة دي بشكل إيجابي. ممكن أكون قابلت ناس في حياتي وعديت في محطات في حياتي خلتني أنا دلوقتي، وأنا دلوقتي ده أنا عايز أحافظ عليه وعايز أعبر عنه في العلاقة دي معاكي. وساعتها أسأل البنت سؤال مباشر، أنتي شايفة الحاجة اللي أنا متغير فيها دي بالنسبة لك مهمة ولا مش موجودة خالص في أولوياتك في العلاقة دي؟ حتى لو اللي قدامي مش عايزة تشارك في ده، على الأقل تحترمه، على الأقل تعرف إن الحاجة دي مهمة عندك، مهمة وحساسة في كل مرة انتوا هتفتحوا الموضوع ده. الموضوع الثامن اللي ممكن نحكي فيه هو صورة الجواز في عينينا. في نوعين من العلاقات، في نوع من العلاقات اللي فيه نشوف إن في صوت حد من التاني والصوت الغالب، فحد يطلع كده بشكل مباشر أو غير مباشر يقول هو أنا كده، يقبليني زي ما أنا، ونلاقي إن البنت غصب عنها بتشكل حياتها عليه، فكأنه ماشي تراك وبيقول لها تعالي امشي معايا في نفس التراك. والعكس صحيح، ممكن تبقى هي اللي صوتها غالب ويبقى هو اللي بيضطر إن هو يسيب حياته واختياراته واللي بيحبه ويركب على التراك بتاعها. ده نوع. لكن النوع التاني اللي في رأيي بيبقى النوع الصحي هو لما بيبقى الاتنين بيقعدوا من البداية ويقرروا ايه التراك اللي احنا الاتنين هنمشي فيه. فانا هحط حاجات من عندي حلوة انتي عجباكي، وانتي هتحطي حاجات من عندك حلوة والحاجات دي عجباني، ونصنع شكل جوازة وشكل علاقة احنا الاتنين بنختارها بإرادتنا. عادة الكابلز بيعيشوا رد فعل للأحداث اللي بتحصل بينهم وبيضطروا على شكل علاقة الأحداث هي اللي بتشكلها. لكن السؤال في الموضوع ده ايه شكل الجوازة اللي احنا عايزينها، بيجبرنا في قعدتنا في البداية ان احنا نحط في الشنطة اللي احنا شايلينها اللي احنا الاتنين عايزينه. عشان كده محتاج أسأل اللي قدامي، انت في وجهة نظرك ايه دور الزوج في العلاقة؟ ايه دور الزوجة في العلاقة؟ هل انت مثلا وجهة نظرك في الزوجة ان هي تبقى بتقعد في البيت والأهم، الدور الأهم والأول ان هي تكون انا محتاجة اكون بعرف ده في البداية. هل دور الزوج في عينيكي انه الشخص اللي بيشتغل وقت قليل بس قاعد اغلب الوقت في البيت؟ برضو محتاجة ابقى عارف ان دي رؤيتك للجواز. وهكذا من الأسئلة، ايه نوع القيم والأخلاق اللي هتكون بينا؟ من أهم الحاجات اللي محتاجين نحكي عنها شكل خناقاتنا هتبقى ازاي، نوع وليفل كلامنا وصوتنا العالي هيبقى لحد فين. لما هنتخانق
هل هنسمح لبعض ان احنا يخلص بينا اليوم واحنا متخانقين يوم 2 3 10، ولا احنا حاطين مبادئ من الاول انه الخناقات ما تقفش غير عند كم ساعة ومحتاجين نتصالح؟ وهكذا من الأمثلة اللي احنا محتاجين نحكي فيها. موضوع تاني محتاجين نحكي فيه جوه شكل الجواز، هل انتي تفضلي ان احنا نبقى شخصيتين شبه بعض بالظبط، ولا ما عندكيش مشكلة ان انا يبقى عندي ميول وانتي عندك ميول، انتي شخصية وانا شخصية؟ في ناس من البداية تبقى فاكرة نفسها ان ما عنديش مشكلة خالص مع اختلافاتك، ومع الوقت نكتشف انه لا، الاختلافات دي عاملة فراغ وفجوة كبيرة بيني وبين الشخص اللي انا مرتبطة بيه. عشان كده السؤال ده محتاجة اسأله بشكل مباشر، انتي مناسبك الاختلاف اللي بينا ولا لا احنا عايزين نبقى كوبي بيست من بعض؟ اني فيهم الاحسن، اني فيهم الاوحش لنوع وطبيعة علاقتنا مع بعض. اخر سؤال محتاجين نسأله في الموضوع ده، هل في حدود بين الزوجين في وجهة نظرك في وجهة نظرك؟ هل فلوسي وفلوسك؟ هل وقتي ووقتك؟ هل ميولي وميولك؟ هل في حتة ينفع في وقت اقول لك لا انا شايفة ان انا محتاجة احط حد للحتة دي ما تدخلش فيها؟ ولا احنا الاتنين من النوع اللي بيقول انه لا احنا كل حاجة مفتوحة وكل حاجة متاحة، خد اللي انت عايزه وخدي اللي انت عايزاه؟ تاني، مفيش صح مفيش غلط، لكن المهم نبقى واقفين على أرضية واحدة. الموضوع التاسع واللي قبل الأخير هو موضوع الروحانية. الموضوع ده بننساه تماما واحنا بنقرب من بعض، في حين انه الموضوع ده من أهم المواضيع اللي احنا محتاجين نتعرف على بعض فيها. محتاج أسأل اللي قدامي انت ايه إيمانياتك، ايه الموضوع الروحانية في حياتك واخد حجم قد ايه؟ ومحتاجة انا كبنت في العلاقة دي اني اتسأل السؤال ده، هل الممارسات الدينية مهمة بالنسبة لي ولا لا؟ طب محتاجين تسألوا بعض، هل في مشكلة ان حد يبقى متدين جدا والتاني مش متدين خالص؟ هل في مشكلة هتحصل للعلاقة لو قيمنا وممارساتنا واختياراتنا مختلفة عن بعض؟ في ناس ما بيفرقش معاها الموضوع ده، في ناس ده بالنسبة لها شيء أساسي وثابت وبيبني العلاقة وبيطلعها لقدام. عايزة أشجعكم ما تسيبوش الحاجات دي الحياة تعلمها لنا والوقت يكشفها لينا. هشجعكم بالذات في موضوع زي ده ان انتوا تبقوا متعرفين على بعض من البداية، لأن السؤال ده والموضوع ده بيتكلم عن أعماق، بيتكلم عن أسلوب حياة، بيتكلم عن نظارة أنا بشوف بيها الدنيا وبشوف بيها الناس وبتعامل معاهم. محتاجة أبقى عارفة اللي قدامي ده وأنا بتعرف عليه الموضوع ده فارق معاه ولا لأ، عشان على الأقل وأنا داخلة العلاقة دي أبقى أنا من ناحيتي مستقر، أو أنا مش عاجبني الكلام ده، أرجوك أنا مش عايزة أكمل في العلاقة دي. السؤال العاشر والأخير، وده عايزة أشجعكم إنه وانتوا في علاقتكم مع بعض كل فترة كده عيدوا الموضوع ده وافتحوه تاني، وهو عايزين نقيم شكل علاقتنا دلوقتي، عايزين نقيم أدوار بعض في العلاقة دي. العلاقة دي محتاجة إيه تتطور فيه؟ العلاقة دي إيه المقومات، إيه الحاجات اللي إحنا بنعملها بتنجح العلاقة دي؟ ونسمع بعض، لأنه في حاجات تلاقي نفسك وانتي بتعمليها بشكل طبيعي، لكن تكتشفي انه بالنسبة لشريك حياتك دي بتفرق معاه جدا. مهم قوي انك تعرفي المعلومة دي وتكتري من الحاجات اللي بتفرق معاه. مهم ليك وانت بتحكي معاها تبقى عارف انه طريقة كلامك او طريقة صرفك، كمية وقتك اللي بتديها للعلاقة دي بالنسبة لها هي قليلة جدا. لازم تسألها أنا قد إيه بستثمر في العلاقة دي إنها تبقى ناجحة، أو أنا قد إيه بستثمر في العلاقة دي إنها تبقى هشة وضعيفة. لأنه أوقات وإحنا بنرتبط أكتر وبنخرج فجأة نلاقي نفسنا عصبيين وإحنا مش عارفين إيه سبب العصبية، نكتشف إنه في حاجات بتترمي على العلاقة دي وإحنا مش واخدين بالنا منها. كأني كل شوية بعمل امتحان أو بعمل evaluation، ورقة تقييم، ونسأل بعض بطريقة موضوعية. بليز بلاش نسأل بعض وكأننا بنتهم بعض. حلو إنه كل فترة نسأل بعض وكأننا إحنا الاتنين باصين على العلاقة من بره وإحنا الاتنين في صف بعض. فارق معانا إن إحنا الاتنين ننجح العلاقة، مش إنه أنت عملت وأنت عملتي. الاتيتيود ده، الطريقة دي، وأنا بقرب من العلاقة وبقرب من اللي قدامي بتخلي الكلام مرتاح وهو طالع، حتى لو كلام بيوجع أو حتى لو كلام فيه كأني برمي المسؤولية على اللي قدامي، بس على الأقل أنا برميها على اللي قدامي وأنا في صفه مش واقف ضده. أشجعكم جدا إن كل فترة اقعدوا قاعدة كده لذيذة خفيفة، تعملوا اكتيفيتي مع بعض. يلا جه وقت إن إحنا نقيم علاقتنا الوقت اللي فات ونحط حاجات إحنا محتاجين نركز عليها بشكل عمدي الوقت اللي جاي عشان نعمق علاقتنا ببعض في المستقبل.
اكتبوا لي في الكومنتس اي واحد من المواضيع ال10 دي نفسكم تعرفوا عنه اكتر، ولو عندكم اسئله اكتبوها في الكومنتس تحت وانا هكون مهتمه اني اجاوب عليها. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو انت عايز تبعت رساله مباشره او غير مباشره لصاحبتك شير الفيديو ده معاها، او لو شايف حد من اللي حواليك محتاج يعرف اكتر عن المواضيع دي بليز شير الفيديو ده معاه.